السلام عليكم. المعمار بيوازي الأكل والشرب، بل بيتفوق عليه. المعمار بيخلي نفسية الإنسان تبقى مرتاحة لأقصى الحدود، وتحاول أي شرير إلى إنسان سوي جدا. فالمسكن ده لا يقل أهمية عن المأكل والمشروب. لما تيجي تدرس وسط القاهرة تلاقي فيه إبداع معماري ليست له نظير، حاجة كده تخطف القلب. شبابيك معمولة بمنتهى الشياكة، وكان في قوانين للشبابيك مقاسها وكمية الهواء اللي بتدخلها والديزاين بتاعها هيبقى ازاي. يعني كانت مباني بتتعمل بمنتهى الدقة الهندسية، مفيش أخطاء. في ناس هتستلم الباب ليه مقياس، لو هتعمل إعلان هيبقى ليه مقياس. قمة الإبداع والحضارة في مصر في الفترة دي. هي فترة استثنائية في تاريخ مصر، بس الحقيقة كان فيها بنايين وكان فيها ناس مبدعين، يعني مبدعين من جميع أنحاء العالم. والأسماء بقى هتفضل تعد أسماء كتير قوي. هي عملت ثروة في الحقيقة، بس الثروة أظن إن هي عملتها بالحلال. يعني مباني من المعمارية، يعني لما تبص بيها كده تحس إن لا، إيه، عمارات ألمانية، عمارات إنجليزية، عمارات طليانية، عمارات فرنسوية، فيلل وقصور. إيه يا عم البلد اللي فيها كل المدارس العمارة العالمية ده؟ إيه ده؟ مش ممكن. الكنيسة بتاعتها ضخامة وشياكة منقطعة النظير. إيه البلد دي؟ المعادي والمباني اللي موجود في منطقة المعادي دي كان المفروض يكون ستايل على كل مصر. مباني بتتعمل قصيرة شبه بيوت كده في الريف، بس هي كفيلل. يعني ده كان البناء اللي يناسب مصر كلها. شايفين مبنى فيلا جميلة. أنا آسف لأصحاب المكان ده إن أنا صورته من غير علمهم، بس يا جماعة قد إيه الجمال وقد إيه الشياكة يعني إيه الإبداع ده كان المفروض البنى اللي يكون مطبق في كل قرى مصر. برجع تاني للقاهرة الخديوية الجميلة. كل عمارة عمارة إنجليزية ولها قصة. يا على الإبداع الفني والمعماري في الطوب بتاعنا العادي دي كمان. يا درة عمارة القاهرة. يا على الأمريكان اللي عملوا لنا رسومات كده حرام، بس يعني للعلم بقى. يا على الطلاينة. إيه يا عم الإبداع دي. أدرياتيكا للتأمين، والعمارة دي مشهورة ومكتوب بالخط العربي. عمارة في شدة الجمال. معمار مملوكي مع مهندسين. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ فرعوني من فوق. يعني العمارة دي يعني لو حد بيفهم في المعمار اول ما يروح ميدان وهو جاي قدام في الاسعاف قدام المحكمة على طول يشوف المبنى الفخم ده، بس اذا كان بيحب المعمار. دخول بقى يا جماعة، المهندسين دول راحوا اتجاه الريح والهواء وعملوا اعجاز في العمارات دي. انت بتمشي جنبها في الصيف بتلاقي الدنيا ساقعة. طب ازاي؟ في الشتاء تلاقي الجو دافي. المهندسين دول اتعاملوا يا جماعة مع مدخل العمارات زي المدخنة بتاعة الحاتي، بتسحب الهواء السخن الخفيف تطلعه فوق وتخلي الخفيف تحت، فيدينا التكييف الرباني. معمار في وسط البلد، ما خلوش اي حاجة. حتى المكان بتاع أسرة الجوابات وكل رقم الشقة وصاحبها، يعني معمار كلمة شديد التميز. راعوا فيه ازاي الساكن يكون ساكن في المكان مطمئن وهادئ وغير متعصب. للجميع الشكر والحب والاحترام والتقدير.